السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان حياكم الله، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. إخوان، والله العظيم، والله ثم والله ثم والله وتالله ما نغير المبدأ ديالي ولا نغيره. هذا الميساج عندك الكلاب الضالة اللي كنتكلم عليهم الإخوان، وتكلمت عليهم مؤخرا. بعض أرباب العمل اللي هما الباترونيس، واحد الفئة، بمعنى لا نعمم، صافي سالينا من هذه الأمور هذه، سالينا من هذه الأمور هذه. هاد الكلاب الإخوان اللي كنتكلم عليهم دائما، اللي هما عايشين معنا في طنجة، لا سيما باترونيس أو الشناقة اللي ما يسمون بالشناقة ديال التاكسيات أو غير التاكسيات. نتوما كتعرفوا طنجة ولات واحد مدينة اللي هي السيبة فيها. طنجة ولات فيها الفراعنة، فيها ولاد الحرام بزاف. طنجة ولاو فيها السماسرية بزاف. عليها وقع هاد المصيبة، هاد الغلاء ديال الكراء، ووقع هاد الغلاء يعني غلاء الأسعار وكل شيء غالي. دابا بحال اللي عايش طنجة، بحال اللي عايش في مربية، بحال اللي عايش في برشلونة. يعني معيشة، يعني الدرويش في طنجة ما لقالوش بلاصة ديالو. إنا لله وإنا إليه راجعون. وملي كتنوض كتكلم الإخوان على هادو ولاد الحرام، ملي كتنوض تتكلم على هادو ولاد الحرام، هاد الشناقة، هاد السماسرية، في أي مجال، المجال اللي تكلمت عليه مؤخرا الديور، والمجال دابا اللي كنتكلم عليه التاكسيات، والمجال ديال أي مجال، الشركات، استغلال العقول الضعيفة، استغلال الإنسان، ضعف الإنسان، فقر الإنسان، الاحتياجات الإنسان، هادشي هذا كامل. شكون اللي كينوض يحاربك الإخوان؟ كينوض يحاربوك ديك السعيان، ديك الحمالة اللي هما تا هما يعني كيعيشوا بنهارهم. هو حمال، خصو بغا اختار راسو يبقى حمال. هو واحد كيمسح الكابا، واحد الحيوان منه، ما حيوان، خصو يبقى حيوان. ما خصوش يعمل قيمه لراسو، ما خصوش حتى هو يخدم يصوفي راسو غدا بعدو حتى هو يرجع عنده. لا، هو خصو يبقى خدام عبيد، هو خصو يبقى خدام عبيد. كينوضوا يحاربوني انا وكيعملوا عليا مؤامره. انايا اصحاب التاكسيات كنمشي نخدم مع شي واحد في التاكسي، ما عندي معاه والو، ما عندي معاه حتى شي حاجه غير الخير والاحسان. فاذا به كيعيط له شي واحد كيقول له ديك خانه اللي خدمتي معاك راه سبق له، خرج في الصحافه، شوف تيفي كيهضر. على من كنهضر الاخوان؟ انا خرجت في الصحافه كنهضر على من هضرت على الشناقه، هضرت على الدباحه، هضرت على المصاصين الدماء، هضرت على الناس اللي كياكلوا العرق ديال الدراوش، هضرت على هاد الشناقه اللي كيطلبوا الريسيتا غاليه الشيافر، هضرت على الحفافر والحفاري اللي كاين في مدينه طنجه، البنيه التحتيه، هضرت على الحقوق اللي هي السائق المهني، ان خصو تكون عنده التغطيه الصحيه، ويكون عنده الواجبات ديالو، ويكون حتى هو خدام حر، حتى هو عنده يعني الكرامه ديالو. ما يبقاش يطردوا الباترون بالطرد التعسفي فوقاش ما بغى يخدمو، فوقاش ما بغى يجري عليه. هضرت على المحروقات، زياده في المحروقات، هضرت على الدعم اللي جا وكانوا كيديوه الشناقه ولاد الحرام المجرمين، ما كيعطيوهاش الشيافه. وهدرت كينوضوا بوزبال اللي هما تا هما تاكسيستات، كينوضوا كيحاربوني لي انا. علاش؟ انا هضرت على الحق. هذا هو المشكل ديالي انا مع اصحاب التاكسيات. علاش انا ما كنمسحش الكابا، ما كنحنيش هذا الراس هذا الا في الركوع والسجود لله سبحانه وتعالى. علاش انا ملي كنشوف اخو الحقر كنوقف له في الوجه ديالك كنقول له حبس من العدس، حبس من العدس. انا نجد جدك. انا ماشي هو هذاك، انا ماشي هو هذاك وهذاك. انا بلال، نعم بلال الاصلي بقالي. انا ماشي هو هذاك وهذاك. تلعب عليا العشره وتقول لي طن داك خويا وعمر خليها عندك. هذيك عمله مع يمك وعمله مع بابك، ولا عمله مع داك اللي كتعملها عليهم. انا ما تعملاش عليا. انا خصني كيف ما كنحترمك، كيف ما كنقدم لك الاحترام بكوني شيفور، لابد ما تقدم لي الاحترام اللي كنقدم لك. انت ماشي عالي عليا، انت ما زايد عليا في والو. انت عندك التاكسي، انا عندي الصحه ديالي، كنخدم كنجيب لك، انا كنعطيك ما كتحنجر. انا سائق مهني كنخرج نخدم
6 الصباح في الشتاء في الرعاد في البراق كنمشي ندور ونخدم يعني نكرط مهنه ومهنه ونجيب لك الريسيتا ابارد الكتفين الشماته، ونمشي نعمر المازوت المحروقات. شحال ما كانوا ديك المازوت كنعمرو على طهري، وعاد ديك اللي شاط لي كندهن ولادي، يعني كيبقى لي الرزياق ديالي، يعني كيتسمى انا شيفور، يعني عندي كرامه على جدك، يعني بدرجات كبيره عليا ما توصللاش. لهذا خصك تحترمني انا شيفور، ما احترمتينيش ما نحترمش جدك، ما غنحترمكش. كيف ما سمعتوا الاخوان كنوقف وجه الحق، ما كيعجبنيش الظلم، ما كيعجبنيش الحقره، ما كيعجبنيش داك الباترون داك اللي كيعمل هيدا، فهمتيني، واللي يتعدى على الدراوش واللي كيحسب بنادم بحال يعني. وهاد الشيافر هادو اللي هما كنهضر عليهم انا وكتجيني حرقه عليهم، كينوضوا هما نيت كينوضوا، ومنهم بعض الشمايت وما كتعرفوا الاخوان. ما كاينش شي واحد اللي في شي دومين ما كيبرقكش، ما كيوصلش لهذا الهضره. توصل العساس احترام ديالنا العساس اللي هما داخلين سوق راسو. العساس وهو فيه الدوده تعرفوا الاخوان، الدوده والله ما كيرتاح. هو غصد الطوموبيلات وعسس، ولكن ما كيعسش على داك الطوموبيل، كيعس عليك انت. دابا تخيل دابا العساس، انا واحد النوبه جا عندي العساس قال لي اجي شحال كيبقى لك في التاكسي؟ هذا باش ما داخل عندك انتينا عساس. قلت له ما رضيتش من داخل عندك، يبقى لي ولا ما كيبقاليش؟ لا بغيت نعرف. انا قلت له ما تسقسينيش هذا السؤال هذا اسال بلا شي واحد كلباني. انا ما تسالنيش هذا السؤال هذا. واش كتعرفني؟ واش عندك معايا؟ تقول لي شحال كيبقى لك في التاكس؟ باش كيديو الاخبار، باش كيوصلوها باترونيز، باش باترونيز الجهال هذاك باترونيز. ملي كنقول باترونيز الاغلبيه ديالهم ديك الشناقه اللي مكلفين، اللي هما غير اهل الميدان. وهادشي اللي كنتكلم عليه كينطبق على اي ميدان. اخر كتجبروا شابر الشانطي تاشرون وكذا، يعني شاف شانطي هو ما عنده لا علاقه هو بعيد كل البعد على الشانطي في مجال البناء، هو ما كيفهم حتى شي وزه. هو شاف شانطي نعم سيدي، شاف شانطي كيمشي نعم سيدي مشروع قد السخط، هو لا علاقه له، هو غير نسيبو دو باترون ولا صاحبه ولا شي صافي. هذا اللي كاين اللي ما كاين في الموضوع. لهذا الاخوان الله المستعان دابا كيحاربوني حيت انا ضدهم، انا ضد هذا الجشع ديالهم وهذا الظلم ديالهم اللي كيظلموا في الشيافر. ولكن بعض الشيافر انا كنهضر على الشيافر اللي هما يستاهلوا نهضر عليهم، اما بعض الشيافر مدلولين كيستاهلوا هيداك وكثر. خصو كلباني يبقى كلباني، يعيش عبيد، عمره ما يكون عنده قيمه، وعمره ما يعمل حتى هو الفلوس، وعمره ما هو يحس بالكرامه. دائما هو تحت داك سيدي مولاي، دائما هو سيدي مولاي. علاش نقول لك سيدي مولاي؟ علاش؟ على اي اساس؟ شكون انت؟ كتعطيني الدروس الحسنيه، كتعطيني الوعظ، كتعلمني شي حاجه في الشريعه الاسلاميه. شنو كتعلمني؟ شنو كتعطيني مثال؟ الطوموبيلات عندكم الاخر فيكم ما كيعملش الصيانه. الطوموبيلات كاملين مهرودين مهلوكين، الحديد كامل تقريبا كلشي مهلوك، وكتعطيونا الشيافر هيدا كيخدموا. الرويضه هو يعدلها من عنده، السكر يعدلو من عنده، بلاكيت يعدلو من عنده، اي حاجه الشيفور يعدلها من عنده. كيقول له براسك الشيفور كنعرف الشيفور هو اللي كيعمل. اي الشيفور كيعمل، ولكن رخاف عليه شويه، رخاف عليه في ديك الريسيتا. دابا صحاب 17 18 180 درهم في الصباح و25000 في العشيه، صحاب المراه هذيك هي الدنيا، راهما عاملين مزيان مع الشيفور، حيت كاين اللي عامل 30 وعامل 31 في العشيه. وتخيلوا الله اكبر كبيره، تخيلوا الاخوان 31000 فرنك من الاربعه د العشيه للاربعه د الصباح، باش غتجمع انتينا والمازوت وزيد. دابا تظنوا اخرين اللي عاملين 25 راه عاملين مزيه، راك ما عاملش مزيه الشفار وهذيك الشفاره. راه الريسيتا ما خصهاش تكون اكثر من 20000 في العشيه و100 درهم في الصباح. اخوان استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحديث باقي ان شاء الله. خليكم راه شي واحد كيصون عليا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله المستعان.